السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا كويسين وفي احسن حال. بالنسبه لكم طبعا في طلبه كتير جدا بعتت لي الكمبيالات صعبه 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 صعبه، فقلت ايه اعمل لكم فيها فيديو. انتوا طبعا سمعتوا ناس كتير قوي فما فهمتوش كل ده عشان ما سمعتنيش انا طبعا. ثقه في نفسي. الموضوع ده بيفكرني بصاحبي كان ايه. كان بيكلم بنت يعني وكده، فالمهم كان بيكلمها فون، ما كانش شافها في الطبيعه. فبيقول لها الجامعة وحشة قوي، فقالت له عشان أنا بس مش موجودة فيها. فقال لي أنا شفتها. قلت له طلعت أنجلينا جولي؟ قال لي لا، طلعت سوكا في فيلم أبو علي. المهم نكمل. هكون قد الثقة يعني، مشيت الله تعالى. الكمبيالات أو الأوراق التجارية. إيه الفرق بين الكمبيالات أو الأوراق التجارية؟ هقول لك كل حاجة بالتفصيل بمشيئة الله تعالى. ندخل في الموضوع. بالمناسبة نبدأ القلش كده في الأول ونخلصها على طول. حد بيقول لي يا اسطى أنا مش فاهم الكمبيالات. لا، مش فاهم الكمبيالات. فبقول له نعم. فبقول لي مش فاهم الكمبيالات. قلت أتأكد تاني، فبقول له الكمبيالات، قال لي الكمبيالات. المهم يعني سواء الكمبيالات أو الكمبيالات، ندخل في الموضوع. هنتكلم يا شباب عن الأوراق التجارية. ماشي. ايه الأوراق التجارية؟ بتنقسم لإيه؟ قبل ما أدخل لك في الأوراق التجارية إيه هي، عايزين نعرف الفرق. ده ليك أنت من باب العلم بالشيء، الفرق بين الأوراق التجارية والأوراق المالية. الأوراق التجارية أنواعها 3 حاجات: شيكات وسندات إذنية وكمبيالات. تمام، شيكات وسندات إذنية وكمبيالات. الأوراق التجارية هي وسيلة ضمان الحق، تستخدم يعني وسيلة لتسهيل التعاملات التجارية، بتضمن حق الدائن لدى المدين. يعني ليك عند العميل 100,000 جنيه، هتاخدهم 100,000 جنيه. تمام. ودي شيكات وكمبيالات، الشيكات وسندات إذنية وكمبيالات. جميل جدا، حلو قوي. طيب الأوراق التجارية إيه هي؟ اللي هي أسهم وسندات. دي بقى وسيلة إيه؟ وسيلة استثمار. يعني وليكن مثلا معاك 10,000 جنيه فلوس في المنشأة، في خزينة المنشأة، عايز تستثمرهم. فإيه؟ تشتري أسهم في البورصة. فال10,000 جنيه دول يدوك عائد، ممكن تبقى 11,000 وممكن تبقى 9,000. تمام. لان الاستثمار في البورصه السهم بيكون ايه؟ طالع نازل. تمام تمام. اذا ببساطه شديده ده ليك انت من باب العلم بالشيء. الفرق بين الاوراق التجاريه والاوراق الماليه ان الاوراق التجاريه دي وسيله ضمان حق، بتسهل التعاملات التجاريه. تمام. بتضمن حق مين؟ الدائن عند المدين. تمام ماشي. وطبعا بتخضع للقانون والكلام ده كله، مش عارف ايه، هقول لك على كل الحاجات دي بالتفصيل. طب الاوراق الماليه دي اسهم وسندات. تمام، من باب العلم بالشيء. يلا ندخل في موضوعنا. موضوعنا هو الايه؟ الاوراق التجاريه. جميل. ايه هي الاوراق التجاريه بقى؟ بنعيد الموضوع من تاني. الشيكات اخدناها في محاضره الشيكات. طبعا الشيكات لها 3 اطراف. ماشي. اللي هو الايه؟ ساحب، مسحوب عليه، مستفيد. مين الساحب؟ هو اللي بيكتب الشيك. مين اللي بيحرر الشيك؟ المدين. المسحوب على مين؟ على البنك. طيب مين المستفيد بالشيك؟ هو الدائن أو من يفوضه الدائن. ما علينا، مش عايزينه دلوقتي الشيك. احنا بنتكلم عن الايه؟ عن السندات. كلامنا كله عن السندات والايه؟ والكمبيالات. هتبقى كل الكلام على الايه؟ على الكمبيالات. ماشي. الكمبيالة أطرافها كام؟ 3. مين هما؟ نفس الموضوع، ساحب، مسحوب عليه. الكلام ده بقى مهم. من هنا بقى ده الكلام المهم بقى. كده دخلنا في الجد. ساحب، مسحوب عليه، ومين؟ ومستفيد. من هو الساحب؟ الساحب هو الدائن. يعني إيه الساحب؟ مين اللي بيحرر الكمبيالة؟ الدائن. ومين اللي لازم يوقع قبلتها؟ مين؟ المدين. مين المستفيد؟ من هو المستفيد؟ الدائن. يعني المستفيد
ممكن يكون هو الساحب أو من يفوضه. تمام. الساحب الدائن مسحوب على العميل، مستفيد الدائن أو من يفوضه. حلو أوي، جميل جدا. صلي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. عايز أقول لك إن السندات الإذنية والكمبيالات الاتنين دول ليهم اسم هنا وليهم اسم هنا. عند عمك البائع اسمها أوراق قبض. مدينة بعت هتقبض. طب عند السندات والكمبيالات الاتنين مع بعض. جميل. عند البائع بص بعت هتقبض، فل قوي. عند مين؟ المشتري. اسمها ايه يا عمي؟ اسمها اوراق دفع. ببساطة بعت هتقبض، اشتريت هتدفع. حلو قوي. يعني السندات والكمبيالات عند ده اسم تمام، ماشي، فل قوي. ايه اللي عايز تقوله كمان؟ ايه اللي عايز اقوله؟ ندخل في الموضوع اكتر. ايه؟ سحب الكمبيالة على العميل. في يا غالي طريقتين لسحب الكمبيالة. ايه الطريقة الأولى؟ مش بحب أشتغل بيها، والتانية بحب أشتغل بيها عشان بتنجز. الأولى طريقة سحب الكمبيالة. أول حاجة بيع بضاعة بالأجل. الخطوة التانية ثم بعد عدة أيام سحب الكمبيالة على العميل. طب الطريقة التانية بيع بضاعة وسحب الكمبيالة امتى؟ في نفس اليوم. حلو قوي. تعال ناخد الأولى ونشوف بتتم ازاي. صلي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. ان انا بيع بضاعة بالأجل، تمام، سجل عملية بيع عادية. بصوا يا شباب، في الكمبيالات وانا بكلمك عنها هاجي قاسم الصفحة نصين، دفاتر البائع ودفاتر المشتري. الكمبيالات مش هتيجي الا كده، فكك من اي طرق تانية، هي دي اللي تعتمدها. حلو، جميل جدا. هبيع بضاعة بالأجل ثم بعد عدة أيام نسحب كمبيالة على العميل. تعالى شوف الكلام ده. يلا بينا. أديك مثال، مثلا واحد في يوم 1/1 قامت منشأة الحنبرايز، لا منشأة سعيد، بيبيع بضاعة بمبلغ 30,000 جنيه. بعتها لمين؟ نقول مثلا لمنشأة ياسمين أو الياسمين على الحساب. سعيد باع للبيت ياسمين بضاعة ب30,000 على الحساب. تعال سجل العملية دي عند عمك سعيد وعند مين؟ الأستاذة ياسمين. تيجي عامل اللي هقول لك عليه، قاسم الصفحة كده، اكتب لي هنا مين؟ سعيد. ومعلش عشان انا بنسى، سعيد قامت منشأة سعيد ببيع، تبقى سعيد البائع. مين سعيد؟ انا سعيد. بعت لمين يا سعيد؟ بعت للأستاذة ياسمين، الياسمين للبنت ياسو. منشأة ياسمين دي مين؟ المشتري. حلو، لازم تعمل كده، انا بحب اعمل كده يا سيدي. العملية دي كانت امتى؟ يوم 1/1. يلا سجل. عملية بيع هتبقى من حساب مين؟ من حساب المدينين. مين المدين؟ اسمه المدين الياسمين. اوعى تقول لي المدين سعيد ما بعتش لنفسك، ركز معايا. من حساب المدين، طبعا دي عملية بيع عادية جدا، ما دخلش في الكمبيالات. من حساب المدين سعيد. إيه المدين سعيد؟ حسبي الله ونعم الوكيل. من حساب المدين ياسمين، المدينين ياسمين، إلى حساب المبيعات 30. فيها مشكلة؟ لا طبعا، ده لو فيها مشكلة تبقى عندك كارثة. طيب عندي ياسو هتسجل من حساب المشتريات إلى حساب إلى حساب الدائنون.
ما أنا بشتري من دائن. مين الدائنون؟ أنا سعيد. حلو حلو. 30. طيب الكلام ده كان يوم 1/1. جيت بقى يوم 2/1، أنا عم سعيد الفار لعب في عيبي، قلت البيت ياسمين دي إيه شكلها منابطة كده، فهسحب عليها كمبيالة. رحت يوم 3/1، قامت منشأة سعيد بسحب كمبيالة على البيت ياسمين، ولازما ياسمين تقبلها. يعني ايه؟ وقد قبلتها ايه؟ ياسمين. لازما ياسمين تقبلها وتقول لك طبعا والقيمه وصلتنا ايه؟ بضاعه، والقيمه وصلتنا نقدا، او ايا يكن، يعني لازم تقول السبب. المهم هيقول لك ايه؟ ان وقد قبلتها ايه؟ قبلتها الاستاذه ياسمين. يلا اعمل لي القيد، يلا اعمل لي القيد. مش عندي سعيد، هنعمل ايه؟ صلي بينا على النبي. هو انا قلت لك ورقه القبض ايه؟ مدينه. بعت هتقبض، اشتريت هتدفع. ورقة القبض مدينة، وهي من ضمن الأصول، والأصول مدينة عند زيادتها مدينة. ورقة القبض عند نشأتها تكون إيه؟ مدينة، أو عند الإثبات مدينة، وعند الإقفال بتكون داينة. طب ورقة الدفع داينة، تمام. عند الإثبات بتكون داينة، ولما بتقفلها بتكون إيه؟ مدينة. تمام ماشي. هعمل القيد هنا إزاي؟ هقول من حساب أوراق قبض إلى حساب مين؟ اقفل لي بقى ياسمين، اقفل الحساب بتاعها إلى حساب المدينون الياسمين. جميل جدا. بالمبلغ 30,000. يعني ياسمين ما هي إلا كانت حساب وسيط. طيب عند الياسمين هتقولي من حساب إيه؟ من حساب الدائنون. من هم الدائنون؟ للتمييز لي أنا، بين قوسين سعيد، إلى حساب أوراق الدفع. هنا أوراق القبض زادت فين؟ هي زادت في المدين، وهنا الدفع زادت في الدائن. حلو أوي. دي الطريقة الأولى. طب بص على الطريقة التانية، هكتبها في الحتة الصغنونة دي. إيه الصغنونة دي؟ كمل بس يا عم وعدي. الطريقة التانية بيع بضاعة وسحب كمبيالة في نفس اليوم. إيه المثال يجي لك إزاي؟ يقول لك في يوم 1/1 قامت منشأة سعيد ببيع بضاعة مبلغ 30,000 لمنشأة ياسمين بموجب كمبيالة. ممكن تبقى كمبيالتين، ممكن تبقى 3 كمبيالات. يقول لك 3 كمبيالات متساوية القيمة، يعني كل كمبيالة بكام؟ 10,000. ممكن أسحب أكتر من كمبيالة عادي جدا، وكل كمبيالة تستحق في ميعاد معين عادي جدا. إيه المشكلة؟ المهم نكمل تاني. في يوم 1/1 قامت منشأة سعيد ببيع بضاعة مبلغ 30,000 جنيه لمنشأة ياسمين، وفي نفس الوقت قامت منشأة سعيد بسحب كمبيالة على منشأة ياسمين وقد قابلتها ياسمين. ايه ده؟ العملية دي بيع بضاعة وسحب كمبيالة في نفس الوقت. سجل العملية، اسجلها عادي جدا. هتقول لي هنا عندي الواد سعيد من حساب مين بقى؟ اوراق القبض على طول. الى حساب ايه؟ الى حساب يا سيدي الكل. الى حساب هنا مين؟ المبيعات. هنا الى حساب المبيعات 30,000. طيب عند مين؟ عند الياسمين. هتقول لي من حساب المشتريات إلى حساب أوراق الدفع 30,000. فسحب الكمبيالة يا غالي بيجي لك بطريقتين: يا إما تبيع بضاعة بالأجل ثم بعد عدة أيام تسحب الكمبيالة، أو انك تبيع وتسحب الكمبياله في نفس الوقت. دي الطريقه الاولى ودي الطريقه الثانيه، لكن انا بفضل ايه؟ بشتغل بدي على حسب ما يجيلك في الامتحان. يعني السنه اللي فاتت جالك الطريقه الاولى. حلو جدا. ماشي. بص من اجل الفهم بقى، او من باب الفهم، الطريقتين بمعنى واحد، يعني زي بعض او بيوصلوا نفس الناتج. هنا لما تشطب لي الحساب الوسيط المدين مع المدين، هتبقى القيد عامل ازاي؟ من حساب اوراق القبض الى حساب المبيعات 30,000. ما هو من حساب اوراق القبض الى حساب المبيعات. طب الناحيه الثانيه، يلا اشطب الحساب الوسيط الدائنون اللي فتحته هنا في الدائن وقفلته في المدين. هتبقى العمليه ايه؟ من حساب المشتريات الى حساب اوراق الدفع. اهو
احمد زي الحاج احمد. ودنك من هنا يا جحا؟ من هنا زي من هنا. حلو حلو. ده كده ايه؟ بيع بضاعه وسحب الكمبياله في نفس الوقت. فاهم لحد دلوقتي؟ فاهم بنسبه 100%، انا متاكد. ماشي. دلوقتي كده الكمبياله مع مين؟ خلاص خلصنا من دي. طلع كده حط هنا. ماشي يا سيدي الكل. نكمل. مفيش مشكله، هنكمل. دلوقتي كده الكمبياله مع مين؟ مع البائع. مين البائع؟ انا. اعوذ بالله من كلمه انا. مين انا؟ سعيد. معايا كمبياله بكام؟ 30,000 جنيه. يعني الكمبياله دي طب هتعمل بها ايه يا سعيد؟ انا نسيت، عفوا، معلش، في حاجه هنا نسيتها. نسيت ايه؟ الكمبياله دي تستحق امتى يا جدع؟ معلش. هي العمليه كانت بيع امتى؟ تثباتي بقى. العمليه كانت بيع امتى؟ 1/1. معلش زود لي. والكمبياله تستحق في 1/3. نسيت دي؟ نسيتها. معلش. زودها عندك في المثال. انا اسف. طيب. تعالى بقى دلوقتي كده، مين اللي معاه الكمبياله؟ اللي معاه الكمبياله الاستاذ سعيد. جميل جدا يا عم سعيد. سعيد اللي معاه كمبياله. هي الكمبياله دي كان بايع امتى؟ 1/1. تستحق امتى؟ 1/3. المبلغ كام؟ مبلغ 30,000. مبلغ 30,000 جنيه. ماشي. عندي كام حالة للتصرف في الكمبيالة؟ 5. وأعوذ بالله، لا في أعوذ بالله، أنا قلت 5 ما قلتش 1. ماشي. سعيد باع بضاعة لمين؟ للأستاذ إياسو 1/1 بكمبيالة تستحق في 1/3 مبلغ 30,000 جنيه. سعيد يعمل إيه في الكمبيالة؟ عنده 5 احتمالات للتصرف في الورقة دي. هيعمل إيه؟ أول حاجة هقولهم لك، وطبعا هاخد كل حالة في فيديو، بس الأساس ده مهم جدا. قشطة أوي. أول حاجة الاحتفاظ. لا. أول حالة تحصيل الورقة قبل تاريخ الاستحقاق عن طريق خصمها من العميل. ودي حالة هناخدها دلوقتي، بس أنا هقول لك ال5 حالات عشان تبقى فاهم. كل فيديو هيكون بيتكلم عن إيه وتبقى فاهم الموضوع بشكل كامل يعني. ماشي يا سيدي. الحالة التانية إرسال الورقة للبنك. أنا واخدهم لك كده بالترتيب. للبنك، للخصم. وهقول لك بنعمل إيه. الحالة دي غلسة شوية بس حلوة. الحالة التالتة تظهير الورقة. واللي مذاكر شيكات فهم الموضوع على طول. 4 تحصيل الورقة عن طريق مين؟ البنك. آخر حالة 5 تحصيل الورقة في ميعادها بقى في تاريخ الاستحقاق. ماشي. 5 حالات. 5 حالات. تعال ناخد الحالة الأولى. يلا بينا. هنكمل على مثال سعيد عشان ما تتوهش مني وتبقى الموضوع سهل وتحل بالأمثلة. لما زي ما منزلك 50 سؤال. قشطة قوي. فل جدا. ماشي يا سيدي الكل. عمنا سعيد معاه كمبيالة. باع امتى؟ يوم 1/1. لمين؟ لياسو. الكمبيالة تستحق امتى؟ في 1/3. عمنا سعيد جاء في يوم 5/1 وراح لمنشأة ياسمين محتاج فلوس البضاعة 30,000. ياسمين قالت له نعم يا عينيا. 30,000 دول احنا متفقين انك هتاخدهم 1/3. جاي لي يوم 5 وعايز تاخد فلوسك. لف وتوكل على الله. يعني ايه؟ يعني امشي. مفيش فلوس. طب يا ياسمين هديكوا خصم 10%. انت بتقول ايه؟ هديك خصم 10%. يعني لك عندي 30,000 فهتاخدهم كده 27,000. بجد؟ هات العقود عشان ننفذ. ياسمين وافقت. في الحالة دي يا شباب
بروح الدائن بيكون محتاج فلوس، فبيقول للمدين اللي كان بيع له: يا مدين يا ياسمين، انا دلوقتي كده محتاج فلوسي، فهديكي خصم 10%. بدل ما اخدها 1/3 لا اديها لي 5/1، مش هستنى انا ال1/3. وليه عندك 27 30,000 ادهم لي 27,000 بس. بص الخصم ده اللي اخده او اللي اخدته ياسمين، فاكر انت الخصم النقدي الموجود في عملية البضاعة؟ نفس الموضوع. الخصم ده يا شباب، تعالى بقى هنا كده نقسم الصفحة زي ما كنا قاسمينها، صفحتنا الجميلة اللذيذة مسطر أكاين بتاع ده. المهم، عند البائع، مين البائع؟ سعيد. عند جدك المشتري مين؟ لا دي هنا الأستاذة مين؟ ياسمين. مش البائع سعيد، المشتري ياسمين. لازم انت تحدد كده ده لنفسك انت، وتقسم الصفحة نصين زي ما انا عامل بالشكل ده، ويلا تحل هنا وتحل هنا عشان تبقى واخد كل الحالات. بص يا سيدي، الخصم ده زي الخصم النقدي، فانا وانا بقول زي الخصم النقدي انت كده فهمت الموضوع. عند البائع اسمه ايه؟ مسموح به. يعني ايه مسموح به؟ خصم مسموح به. عند البائع اسمه خصم مسموح به، وده مدين. وعند المشتري مكتسب وبيكون دائن. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني عند البائع يسمح فيخسر، والخسارة مدينة، فالخصم المسموح به مدين. وبائع يعني هيحصل، فتبقى من المذكورين خصم مسموح به بنسبة الخصم. وايه الخزينة او البنك لو كان بحصل بشيك الى حساب مين بقى؟ ورقة القبض اقفلها. وعند المشتري من حساب ايه؟ ورقة الدفع كانت عند الإثبات كانت مدينة، عند الإقفال تكون داينة. حساب ورقة الدفع إلى إيه؟ مذكورين. خصم المكتسب أنا قلت لك إن هو دائن. خصم مكتسب بنسبة الخصم. وحساب إيه كمان؟ طريقة السداد، سدد إزاي؟ خزنة ولا بنك؟ قشطة. فهمت أنت الدنيا؟ فهمت الدنيا، ماشي. البائع يسمح فيخسر، والخسارة مدينة. الشاري يكسب والمكسب دائن. جات معاك يلا يا باشا اكتب المثال. وفي يوم 5/1 نظرا لحاجة عمنا سعيد للنقدية اتفق مع ياسمين على منح خصم 10%، وقد وافقت ياسمين تم تنفيذ الاتفاق. لازم نقول لك ايه؟ وافقت وتم تنفيذ الاتفاق. تعالى يا باشا نسجل العملية دي، تعالى نسجل. أول حاجة عند البائع نحسب الخصم. هنقول هنا اسمه خصم ايه؟ مسموح به. المبلغ الكلي كام؟ 30,000. اكتبها فين؟ هنا ولا هنا؟ نكتبها هنا. 30,000 في 10% تعملها كده على الآلة تطلع معاك ب3000. الخصم مسموح به 3000. وهنا الخصم المكتسب نفس الموضوع، هو والنعمة 30,000. ده في ناس ممكن تعملها مرتين والله. 30,000 في 10% تساوي 3000. فصلت. هنا خصم مسموح به ب3000، اما كنا مش تمام. هنا خصم مسموح به 3000، وهنا خصم مكتسب ب3000. يلا اعمل القيد. معلش نسيت اقول لك ان تم التحصيل نقدا. يعني ايه؟ وفي يوم 5/1 اتفقت منشأة سعيد مع منشأة ياسمين على خصم الكمبيالة او على ايه، نظرا لحاجة المنشأة النقدية مش عارف، اتفقوا على خصم 10%، وقد تم السداد نقدا. تمام، يعني تم السداد ايه؟ نقدا. يعني الخزينة هنا هتزيد والخزينة هنا هتقل. تمام، يلا تعمل بقى القيد يا باشا. ماشي، يلا نعمل القيد يلا. هتقول لي هنا بقى ايه؟ احنا عندنا خصم مسموح بيه وعندنا خزينة زادت. حلو. هتبقى من ايه؟ مذكورين. مين هما؟ حساب خصم مسموح به كام؟ 3000. وحساب مين؟ ايه؟ الخزينة. ما انا قلت لك الخزينة زادت بكام؟ بالمبلغ الباقي 27,000. الى حساب مين؟ هي ورقة القبض عند الإثبات كانت ايه؟ مدينة. عند الإقفال خلاص سددنا، اقفلها. أوراق قبض بكام؟ 30,000. طبعا عندي مين؟ عمك ايه؟ ده بنت. عندي ياسو. هنعمل ايه؟ هنقول اوعى تقول لي من المذكورين بقى وخليك ذكي.
هتقول لي من حساب ايه؟ ورقة الدفع. شوف، من حساب ورقة بكام؟ 30 إلى مذكورين. المحاسبة قلت لك كل حاجة وعكسها، مدين عكسه دين، كل حاجة وعكسها. هنا اسمه خصم ايه؟ مكتسب. كام؟ 3000 جنيه. وحساب ايه؟ خزينة، لأنه سد نقدا 27,000 جنيه. ايه القيد ده؟ اوكي. بس كده. وده كده ببساطة شديدة الحالة الأولى، اللي هو إيه؟ تحصيل الورقة قبل تاريخ استحقاقها. بخبط على العميل وأقول له إيه؟ هديك خصم، موافق؟ يقول لي موافق. الحالة التانية هقولها لك في الفيديو الجاي. لكن سريعا كده تعال نحل سؤال امتحان 2023. أقول لك امتحان صعب يا جدع، امتحان صعب يا جدع، امتحان صعب. والنعمة ادي الامتحان. هتفتح معايا صفحة كام؟ صفحة 12. شايف ملزمة عاملها لك حاجة كده تحفة، محدش عامل زيها. ثقة، مفيش زيه. طبعا انت تبعت لي، اديك الملزمة، تبعت لي على الواتساب 0317653، هتلاقيني عملت لك بلوك على طول. لا هبعتها لك ما تقلقش. طيب المثال، ولا تحلوا مع نفسكم عشان الفيديو هيطول مني قوي، وانا اصلا داتا. فالفيديو ده عشان احمله وارفعه على اليوتيوب ياخد نص ساعة. ياخد نص ساعة، ياخد 2 جيجا. خسارة فيكم، بس معلش، لله هكمل.